شايفين الحلاوة؟ تعالوا بينا نشوف الطريقة. مساء الفل او صباح الفل على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم، انا مرمى ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. صيام يعني تونة معروفة. تعالوا مع بعض نجهز سلطة التونة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت، وهتقدري تقومي دلوقتي حالا تجهزيها وهتلاقي كل حاجة بالمكونات بتاعتها موجودة في التلاجة لانها بسيطة جدا. ودي طريقة غير الطريقة الفطاري اللي انا بعملها بيها، هعملها معاكم برضو لان دي اكتر طريقة ساعدتني في الدايت وفرقت معايا كتير. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة بجيب بولة كده، المكونات اللي معايا ده فلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم، بصله صغنونه، شبت. وعايزه اقول لكم تركات الشبت بتديها تست عالي قوي، والشبت عموما في الاسماك بيدي طعم تحفه. اول حاجه هعملها ان انا هعمل التونه. بتستخدمي نوع تونه ايه؟ عشان سالتوني قبل كده. انا بستخدم النوع ده، يعني هو ده اجود وانضف الانواع لاني شرايح الاتنين بينفعوا، وتكون درجة اولى يا فصوص يا شرايح، ودي مدخنة بحبها جدا جدا وفيها تيست عالي قوي. ويلا هفتحها واجيلكم. بصوا من جوه عاملة ازاي، تحفة. اول حاجة بنزل، بصوا شايفين فصوص ازاي. الكمية اللي انا بعملها دي تكفي شخصين. عليها ايه؟ ملح، كمون، شطة مدخنة بتديها تيست عالي قوي. كمان عصير ليمونتين عليهم معلقة خل صغيرة. هجيب لهم شوكة. بعدها بنزل بالمكونات بتاعتي. انا طبعا على جنب بسلق 200 جرام مكرونة او 180 بالظبط، وهقلب. والعنصر اللي هو بيسموه العنصر الخفي هجيبه لكم دلوقتي شكل تحفة، اللي هو الفاصوليا الحمراء. تحفة. في ناس بتجيبها المعلبات دي وانا جايباها اللي هي العادية من عند العطار وبسلقها عادي جدا. وهنزل بيها. عايزة اقول لكم بتعلي التيست جدا. وكمان مكرونة مسلوقة، انا بحب شكل الصدف ده او اللي هي الصوص ده. اختاروا الشكل اللي انتوا تحبوه، بس اهم حاجة ما يكونش طويل او بيعجن. وبنقلبها. بصوا يا جماعة، دي بعد ما اتقلبت وظبطت ملحها تحفة. يلا بينا ندوق. عايزة اقول لكم فيها كمية فوايد ما تتعدش بجد، وبالذات الفاصوليا الحمراء بتعلي التيست جدا. طعمها تحفة. جربوها وقولوا لي رايكم فيها، وابعتوا لي صور تطبيقاتكم زي ما بتبعتوا لي على اليوتيوب. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.